صباحو، شلونكم؟ شخباركم؟ الويه وارم، لأن تعرفون أنا مش من محبين نشة الصبح ولا أحب أقوم صبح وايد، ولكن عندي مشروع جديد لمدة 6 شهور لازم تتعودون عليه يوميا، تقريبا 5 أيام في الأسبوع تشوفوني هالتوقيت. المهم اتجهزت الحين الساعة 11 الصبح، قمت من 10 تقريبا، تجهزت ولبست وكل شيء، نو ميك اب لأن عقب عندي تصوير وبنروح الجاليري. ونقول بسم الله ونطلع، ولكن أبيكم تشوفون هالفترة شي حالتي، وين ما أروح كيس دواء معي. الفيروس اللي منتشر استغفر الله، بس ما علينا بنات. ليش So guys، لازم أخبركم شو القصد من هذا الفيديو اليوم. القصد إن اليوم بتكونون معاي، ما أقدر أقول يوم كامل، نص يوم تقريبا من شغلي هالفترة، لأن من بعد الساعة 6، من بعد الساعة 4 اليوم بروح استوديو لأن عندي تصوير، فما راح أكمل لكم الباقية. ولكن بما أني أنا حاليا موقعة عقد جديد مع براند باندور للذهب والمجوهرات، وأنا سفيرة الاسم، سفيرة البراند، سفيرة البوتيك هذا، بصور لكم هذا اليوم. أوكي يلا بسم الله. المهم جايز، تخيلوا أنا من ساعة واصلة المكتب، لكن ما أعرف شو اللي صار لي اليوم، يوم النسيان، ما أعرف. طلعت من البيت، تخيلوا نص الدرب، خلاص باقي دقايق بوصل. أشوف أنا ناسية بوكس الذهب اللي لازم أجيب الجاليري معاي. ليش؟ لأن قبل أمس كنت ماخذتنا معاي عشان كان عندنا تصوير وصورنا ما شيء. رجعت كل ثقة، شلته ويته، وصلت فوق وأنا بيدي أغراض ودخلت أشوف إني أنا ناسية المايك هذا في السيارة. تخيلوا قعدت ساعة لين ما أخلص مول ونزلت تحت، جبت لكم المايك عشان بصور لكم باقي الفيديوهات. بما إني في المكتب، واليوم ما في حد في المكتب تقريبا لأن الوقت بدري ويوم الاثنين، يعني غير الموظفين ما في حد هنا. قلت إيش رايكم أصور لكم المكان، شي ناخذ لفة مع بعض، نشوف الذهب ونشوف الكوليكشنات، وتاخذون فكرة عن المكان اللي حاليا أشتغل معاهم كسفيرة البراند وكمسؤولة الماركتينج والإعلانات في هذا الفرع في دبي. خليكم معايا راح أصور لكم، بس أخلص كم من شغلة. وباي ذا واي طالبين شوي أغراض من شيء بعد واصلين اليوم، أفتحهم أصورهم وأشوفهم وأخذ لكم لفة معايا في الجاليري. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot, only one of me.
وقت الغداء بس في واحد ما يخليني اتغدى ابدا بخرين. تخيلوا احنا مع بعض من يومين في المكتب، حلو، انا مرضت، انا طحت، تخيلوا جتني حرارة وارتجف، طحت خلاص، لدرجة اني رحت غرفة ثانية وانسدحت الكنبة ونمت. رحنا المستشفى، انا رقدوني في المستشفى طبعا نفس اليوم، مغذي وادوية، وحتى للحين جايب الكيس معاي. الحين هذا اللي هني قاعد يقول ان انت مرضتيني، بس يمكن انت اللي مرضتني مش انا، يعني يمكن انت شو هي. لا انا بترجم، هو يقول انت مرضتيني، بس شو الاثبات؟ I have a proof. اليوم غدانا كان لا بأس، المطعم مو لين هناك بس حلو، كان خاطري آكل مطبي اليوم، بس هذا منرفزني، يقولي أنتي مرضتيني، يا أخي يمكن أنت اللي مرضتني، شكلي ليش جيب. أوكي وين فارهود؟ بروف إثبات. يس أوكي. ياخذ دواء بعد أول شيء. أوكي. You want mic? No. I have extra mic. My voice is very clear. I have extra mic. No, keep it for yourself. Okay. أبشركم إحنا نشتغل مع بعض، ها؟ يوميا عندنا نفس المواضيع. منو؟ Let me see. أخي شوفوا كيف مرتب هالولد، كيف كيوت، ياخذ أدويته معاه. أوكي بيا تك هناك. ترى أنا للحين أتريا الإثبات. وين؟ بالسيارة. طب أوكي تشي إن بروفيل كتوداري تشي. صورت لكم الغداء بعد صح؟ اليوم تخيلوا على الغداء أنا وفرهود رواحنا، ما في حد ويانا، بس نورمالي نكون 4 أشخاص تقريبا نتغدى مع بعض أو 5، بس 2 في المستشفى اليوم. الحين لو أنا أعيد بيقول لي أنت مرضتيهم. 2 في المستشفى، وواحدة ثانية مسافرة اللي هي مديرة، ما شيء، على حظي نتغدى أنا وهو نطارب. إنزين والحين بعد ما خلصنا غدا وتشيكنا كذا شغلة، تونا من قريب من يومين 3 أيام تقريبا صورنا كوليكشن جديد، واليوم وقت أن نختار الصور والفيديوهات والبوزات، لأن أنا رتبت الجلسة من A to Z، من المودلز، من الميك اب، من إنه شو نلبس ما نلبس وهالأمور تقريبا. فكنت قاعدة أختار وأشوف عشان نختار أشياء الحلوة اللي تناسبنا للنيو كوليكشن وننزلهم عندنا في الحساب، وبس والله الحين لازم نشتغل. قلت شوية أصور الأشياء الجديدة بعد اللي عندنا نازلين توا حق إنستغرام المحل، بما إنه أعشق التصوير. عندنا سلاسل جميلة في هالقسم على أبراج أعياد الميلاد، راسي راح، فبراويكم إياهم الحين بعد ما أخلص تصويري. بصور لكم
فمثل ما تشوفون هذه السلاسل اللي قلت لكم للأبراج، شوفوا هني محلاهم صد وايد حلوين، لكل برج موجودة هني. عندنا كولكشن أطفال باي ذا واي، شوفوا محلاهم. تقريبا أقدر أقول لكم من أكثر البراندات للذهب اللي عندهم أشياء مميزة وخاصة فيهم، يعني ممكن بعض الديزاينات حتى مستحيل تلقونهم برا، مثل الأشياء اللي موجودة هني وفي السايد اللي هناك، بس للأسف ما أقدر أصور لكم إياهم، ممنوع لأنه جديد وللحين إحنا ما صورناهم عندنا في الحساب، من بعيد بس. هني عندنا بعد تراتشي، عندنا أساور، عندنا كل سويرة مع خاتم، وايد أحب ديزايناتهم. ومثل ما قلت لكم عندنا تشكيلات أكثر للأطفال بس ما حاطينهم هني. خلوني أصور لكم اللي هني، صورتهم من شوية بس مش واضح يعني. شوفوا محلاهم، شوفوا اللمعة، شوفوا الفينيشينج، صدق وايد أحب ستايلهم، ديزايناتهم، يعني أشياء تنفع لديلي يوز حتى، يعني ألبسهم وأنا رايحة شغل، رايحة ميتينج، رايحة طلعة مع ربيعاتي، كوفي مول، يعني نفس الوقت ما تحسونهم شي أوفر وفخم، بس بشكل لائق. فهمتوا قصدي يعني؟ شوفوا هاي السويرة وهذه عشقي وايد أحبهم. شوفوا محلاهم، وايد أحبهم.